بدأ يلمس أعضائه الجنسية، بيبقى هين عليا اقتل المتحرش. المنطقة دي فيها التهابات زيادة. اللي يعرف يحققه هيحققه. فعلا لو الطفل اتعرض لتحرش بيحصل له تبول لا ارادي، دي من احدى الاعراض، لأن هو مر باعتداءات جنسية. هل المتحرش ده هو بيوصل للرغبة الجنسية الكاملة؟ كل الأفراد مع بعضهم يعني. السلام عليكم ورحمة الله أعزائي المشاهدين، بودكاست أصدق كتبة. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن التحرش، وزي ما وعدتكم إن الموضوع هياخد مننا سلسلة من الحلقات. المرة اللي فاتت اتكلمنا ازاي نحمي ابن أولادنا وازاي نخليهم إن هم ما يتعرضوش للتحرش. بس لا قدر الله طفل اتعرض للتحرش، هنعمل ايه ساعتها؟ وايه الآثار النفسية اللي بتبقى معاه؟ ويا ترى هل العلاج بياخد وقت قد ايه؟ وهل بيسيب فيه أثر نفسي؟ طب أثر نفسي للطفل بس ولا للأب والأم؟ بما ان انا ام، اكيد الجرح بيبقى ضعف. ان انا لما احس ان ابني اتعرض او بنتي اتعرضت للتحرش وانا ما قدرتش ان انا اساعدها في اللحظه دي، بيبقى الم رهيب، بيبقى هين عليا اقتل المتحرش. وطبعا بما ان انا معايا دكتورتي الجميله دكتوره هويدا هاشم، هتتكلم معانا النهارده ازاي تعالج الطفل من اثار التحرش. نورتينا تاني يا دكتور، وقد ايه حلقتك جميله مفيده، وكل اللي بيتابعونا باصين ان موضوع مهم جدا جدا. ولا قدر الله بيبقى فيه للاسف بعض الاطفال اتعرضوا والاهالي مش قادرين كمان يواجهوا، مش قادرين يروحوا. هيعمل ايه الخطوات اللي المفروض يمشي فيها؟ فكنا حابين حضرتك كده تقولي لنا بالظبط التفاصيل في حاله الطفل اتعرض اوريدي للتحرش. اعرف ازاي وازاي يبقى باين عليه ان هو اتعرض للتحرش؟ اهلا بيك يا منى، ممتنه جدا ان انا قادره اشارك في توعيه المجتمع والاب والام والناس كلها بخصوص موضوع التحرش. اهلا بيك يا دكتور، نورتيني. بصي، بدايه لو طفل مر بالتجربه المسيئه دي، معظمهم مش بيتكلم. اما ان هو مش فاهم هو اتعرض ليه اصلا، هو ما يعرفش ان ده اصلا حاجه يعني تحت مفهوم التحرش او تحت مفهوم الاساءه اصلا. واما ان هو ما عندوش المساحه الامنه الكافيه اللي يتكلم فيها مع بابا وماما ويقدر يقول يعبر عن انه تعرض لكده. واما ان هو متعرض لتهديد من قبل المتحرش. تمام. فعشان كده لازم يبقى لو انا بتكلم على طفل دلوقتي، لازم يكون الام عندها او القائم على الرعايه، سواء كان اب وام او حد بديل، يعني لازم يبقى عنده الوعي الكافي بانه هو بيتفحص جسم ابنه من وقت للتاني، هو بيحميه وبيغير له هدومه. تمام. بيلاحظ مثلا لو في مثلا المنطقه دي فيها التهابات زياده، فيها جروح، في حاجه مش مستريح في القعده، يعني في عنده مثلا تبول لا ارادي ما كانش بيحصل بدا يحصل. ده حصل فعلا في التمثيليه، هو فعلا لو الطفل اتعرض لتحرش بيحصل له تبول لا ارادي، دي من احدى الاعراض. بصي، الاطفال بالذات لو سنه يعني كبير. الاطفال لو انت وديتي طفل الملاهي وبقى اكزايتد قوي، يعني مثار جدا، فرحان باللعب وبيجري ويعمل، وهو كبير وبطل يتبول على روحه، لما بيرجع وينام بيتبول على روحه من كتر الاجهاد، بتبقى عضلاته مش قادر يفوق ويعمل ويقوم ويدخل التويلت ويقوم بالعمليه دي بشكل زي ما هو متعود يعمل. تمام. وبرده في حاله التعرض للمواضيع دي، برده الطفل بيبقى حصل زي يعني بعض الاساءه النفسيه حصلت له، فبتعمل يعني ده بيعمل كده قلق في جسمه، فتلاقيه مش بينام كويس، يعني ولو راح في النوم بيروح في نوم عميق، فجاه بيحصل تبول لا ارادي. يعني فعلا كل الاحداث اللي حصلت في التمثيليه هي بتحصل فعليا للطفل الى حد كبير جدا. تمام. فالطفل لازم ابقى انا يعني منتبهه، مش عايزين نقول بنراقبه وقاعدين بقى يعني نتصيد له. بالعكس يا دكتور، يعني لو ما راقبتش ابني لمصلحته، لا مش اراقبه، ابقى منتبهه، لان يعني طبيعي جدا اي تغير في سلوكه او في نفسيته او على جسمه انا هلاحظه لو انا اوريدي منتبهه ومتابعه ابني. تمام. بهتم بعد ما بياخد الشاور بتاعه واشوف جسمه واشوف تعور فين، ايه اللي باين، كذا اشتكى من اي حاجه، لان ممكن يشتكي وهو مش عارف ايه السبب. تمام. ده بالنسبه لجسمه. ممكن الاقي فيه تغير في سلوكه، الاقيه مثلا بدا يمارس، بدا يلمس اعضائه الجنسيه وبطريقه يعني ويعمل تصرفات زي بتاعه الكبار ومش مفهوم، او بدا يعمل كده مع اصحابه، اطفال صغيرين في عيد ميلاد، تلاحظي انه
بيحصل تلامس كده، يعني يمسك بعض تلامس الاجزاء. جسدي تمام. فلازم انتبه لده. فانا لو انا انتبهت لده، لو انا ما عنديش القدره ان انا اتناقش معاه واسال، انا لازم اشوف مختص نفسي هو يبدا يفتح مساحه امنه للطفل ده، ويبدا يعرف ازاي يطلع منه الكلام. تمام. طب انا دلوقتي بنتكلم على اكتشفت ان ابني اتعرض للتحرش. ممكن لو انا مديه مساحه كبيره يجي يقول يا ماما انا حصل كذا كذا. احنا محتاجين نعلم الطفل كمان اسماء اعضاء جسمه وفق الثقافه. يعني في ناس تقول البوبو، مش عارف ناس تقول وفق الثقافه بتاعه البيت. مدينها رموز، او بس يبقى عارف يعني مامي حصل فلان لمس كذا، لكن هو مش عارف ايه جسمه، الحته دي اسمها ايه. اقول لها لا يعني حد زقني، حد يا مامي خبطني. لكن فحته ان انا اعرفه الاسماء اسم عشان المكان عشان بالزبط. يقول حصل كذا في كذا. تمام. فالطفل عنده المساحه الامنه وقدر يجي يقول، او مامته بتبدا من فتره من اهل التاني تقول له عامل ايه، في حد ضايقك في كذا في كذا، وعرفنا بقى. اول حاجه لازم الطريقه اللي انا بتكلم بيه معاها تكون طريقه بتسمح له في انه يسترسل وانه يبقى مطمن. البادي لانجوج بتاعتها لازم تكون ما سببلوش صدمه فوق الصدمه اللي هو خدها. بادي لانجوج يعني هل معنى كده هو بيحكي لي المفروض رد فعلي وانفعالاتي تكون هاديه؟ حتى لو انا بسمع خبر صادم بالنسبه لاي ام واي اب، لان هو مش مستوعب اصلا هو ايه اللي يعني خطوره اللي حصل، ولا هو حمل ان يشوفك وانت منزعجه كده. الطفل اصلا مش زينا. يعني انا دلوقتي لو شافاكي منزعجه، انا متفهمه جدا انك انسانه من حقك تنزعجي، عارفه ان حجم الموضوع مش انك انت اللي مكبره الموضوع مثلا. كل مشكله وليها حل. دي مفاهمي انا كحد ناضج. لكن الطفل الصغير بيحس انه في ورطه كبيره جدا وان في كارثه حصلت، حتى لو هو مش المتسبب فيه، مش هيكمل كلام. انت ممكن تفاجئ ان الطفل ده بعد كده بيتهته او بدا يتبول على روحه. وعلاج الموضوع ده لانه سببه نفسي، فده علاجه بيطول ومتعب شويه. يعني نرجع تاني عشان الحته دي مهمه. البادي لانجوج او الانفعال بتاع الام في رد فعلها في جسمها او في تعبيرات وشها، ده شيء مهم جدا 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 لما يجي الطفل يحكي ان هو تعرض لحاله تحرش. يجي تبدا يعني تفتح صدرها كده ليه وتقعده وتقول له احكي لي ايه اللي حصل. طيب يعني في ممكن مثلا تاخد الولد تروح بيه للدكتور وتطمن، دكتور اطفال تطمن ان الولد سليم زي الفل، والدكتور ما يبقاش بيفهمه برضه انه بيدور ورا الموضوع ده. تبدأ تعرف مين، ازاي حصل، امتى، الكلام ده كله. لو هي مش قادرة تدير العملية دي، هي لازم تشوف حد متخصص يعرف يتعامل معاها. تمام. ساعتها بيجي بقى دور المستشار النفسي او المتخصص زي حضرتك اللي بيقدر يعالج اللي حصل او الاثر النفسي اللي حصل لحاله التحرش. ايه الاسباب، يعني ايه اللي حصل، بدا ازاي، يعني الثغره دي دخل منها ازاي الشخص الكبير اللي هو وتحرش بيه، او هو صديقه، او هو حد من العيله لا قدر الله، يعني او للأسف. حد من. على فكره معظم التحرشات الناس من الاسره الجزئيه دي للاسف فعلا يعني بتبقى حد قريب. طفل مراهق عنده 18-15 سنه برضو مش مدرك قوي. يعني ده لما بيكبر ويبقى اب وكده بيندم على اللي عمله. بيبقى هو بيحافظ على الاطفال بعد، بس هو في سن ما فيش نضج يعني، ولا تحكم في سلوكياته الى حد كبير. فبيبدا ما يلاقي طفل صغير، هو ليه اصلا بتحصل تحرشات بالاطفال؟ لان هو عارف انه ضعيف ومش فاهم ومش هيعمل مشكله وسهل قوي السيطره عليه. ايه اللذه؟ انا هتجنن من الجزئيه دي. مش ايه المتعه؟ بصي حبيبتي، خلي بالك، ده الطفل الصغير في مرحله كده عمريه. لو طفل وصل يحس ببعض اللذه بالموضوع ده، هو نفسه بيتاثر وبيبدا عنده ميول انه يقرب من الكبير ده علشان يعني يحس بالسعاده دي. ما الطفل بيحس بالسعاده مع اكله بيحبها، مع لعبه بيحبها، مع لمسه بيحبها، هو فاكرها انها لعبه. تمام. لا وفيها حنيه وخاصه لو كان دايما بيتعرض لعنف اسري وابعاد واضطهاد، واسكت بقى، ابعد بقى، سيبني انام شويه، يعني فاهمه. فجاه بيلاقي حد بيطبطب ويبتسم في وشه ويجيب له حاجه حلوه، يعني فهمة؟ يعني اللحظه دي ساعتها بيميل اكتر، وحاجه تانية احنا كتير نقول ايه، من ايقظ المارد. ايه بقى المارد اللي ايقظ في الطفل ده؟ شعور التلذذ بلمس اجزائه الجنسيه. من ايقظ المارد؟
الطفل لو ما فيش حاجه استثارت الحاجه الموضوع ده عنده، بيبقى عنده توازن لحد كبير، قبل بقى ما يوصل لسن المراهقه يبدا يسمع كلمه من هنا، يشوف حاجه من هنا، هو مره لمس نفسه مش عارف ايه. في الحاله دي بدا يعرف الموضوع بس في سن كبير شويه. لكن انا اجي الطفل مثلا بصي يا دكتور، 5 يعني سنين. في جزئيه انا عارفه كويس ان هلاقي هجوم، بس انا كأم عندي فضول، هل المتحرش ده هو بيوصل للرغبه الجنسيه الكامله؟ يعني هل الموضوع بالنسبه له حتى مع الطفل ان هو عايز لغايه ما يوصل للنشوه العظمى فبيعمل كده؟ والله اللي يعرف يحققه هيحققه، يعني اللي يعرف يطوله هيطوله زي بيقولوا. هو عايز اي حاجه. مش قادره اقول لك انا في قمه غضبي مجرد ما بسمع الموضوع. يعني الله يكون في عون في اي ام او اي اب حد من اولاده اتعرض لكده. الموضوع ده لو يعني احنا محتاجين يعني فعلا نقف قصاده كلنا بطريقه، يعني لو بس بيحكمنا الغضب فيها مش هنعرف نحل الموضوع. فاهمه قصدي؟ احنا محتاجين ان احنا الموضوع ده نبقى مستوعبينه، نبقى متفهمين ان ده ممكن يحصل. تمام. التحرش هو شيء من تعدي الاعتداء على خصوصيه الفرد، بيحصل من بكل يعني الجنس بكل الافراد مع بعضهم. يعني ممكن اي راجل يقابل تحرش من راجل او من ست، او العكس، او كبير لطفل، او فاهمه انت اقصد ايه؟ ايوه، انت كنتي بتكلميني قبل الحلقه في جزئيه وانا احب اتكلم فيها مع المتابعين، ان انت بتقولي لي ان في حد من المتحرشين كان، وده الموضوع ده وصل انه كان بقى في الميديا من حوالي سنه بالزبط. سنتين. فانا كنت حابه تتكلمي فيها مع الناس، ان انت قلتي لي جرجرها لفتره طويله هو إيه فين القصة؟ المتعه؟ هو في الحاله دي هو اصلا بيبقى شخص مش متوازن ولا متزن، لان هو مر باعتداءات جنسيه. هو معلش نفكر المتابعين، هي الحالة كانت عبارة عن ايه او الموضوع كان ايه؟ كانت سيدة وراكبة ميكروباص، وراح واحد موتوسيكل راح مسكها من هدومها من ناحية الصدر يعني، بس وشدها وسحلها. كان كده مكتوب ان هو سحلها بتاع 400 متر او حاجة زي كده. المتعة بقى المتعة بقى هو اصلا يعني هو هدفه ان كان اي لمسة او اي حاجة ليه، زي ما قلنا انتقام. تاني هو نفسه تعرض لتحرش قبل كده، فبقى مش سوي في الميول الجنسيه بتاعته. تاني حاجه زي ما قلنا كده، اللي هو يحس ان هو تمكن من فعل اي شيء، عرف يطول اي حاجه. انت واخده بالك؟ ويحس ان هو مسيطر. تمام. بالنسبه له ده يعني يعتبر موضوع رغبه نفسيه بقى. مش هو لو قلنا رجعنا وقلنا تاني ايه اسباب التحرش، هنقول اول حاجه لو في اسباب نفسيه عند المتحرش نفسه، ان هو مثلا اتعرض لاعتداءات، ان هو من صغره شاف ممارسات جنسيه غلط، فبدا يكون فكره غلط عن الجسم الانسان وعن العلاقات. ممكن يكون المجتمع كمان، المجتمع وثقافه المجتمع احيانا بتبقى بتدعم التحرش من غير ما يكون ده مقصود. بمعنى ازاي؟ بمعنى اول حاجه الميديا مثلا لما بتعرض دايما ان جسد المراه ده هو يعني اعلانات كلها بتبقى بتستخدم المراه على اساس ان هي اهم حاجه. تاني حاجه ان ما بيبقى لو في مجتمعات بتدعم التحرش، ازاي برضو هم مش قاصدين، بياخدوا الموضوع لايه، مش قصدهم، ده نوع من الغزل، ده كذا، ما بيتجرمش احيانا، ما بيفلتوا العقاب، ما بيامنوا، لا بيبقوا ازاي يا دكتوره الحته دي انا تحت فيها؟ يعني ازاي مجتمع بيدعم في بعض المجتمعات بتبقى شايفه ان ده نوع من الغزل، ده هو بيبقى ممكن المجتمعات الغربيه شويه اللي هي بعيده عن ثقافتنا اكتر. يعني ما اعتقدش ان في المجتمعات العربيه بيحصل كده، بس ما بيحصلش يعني خط رادع للمتحرش. بلس لوم الضحيه، احنا دايما باللوم، انت ما انت اللي لابسه كده، ما انت اللي خارجه متاخر، ما انت اللي عامله. طبعا ما ننكرش ان انا لازم عشان احمي نفسي من التحرش لازم اخلي بالي من الحاجات دي. صحيح. ولكن ولا لبس الضحيه ولا لبس اللي بيتم التحرش بيها ولا سلوكها ولا كذا هو يدفع الاخر للتحرش، والا كان الناس كلهم يتحرشوا بيها بقى. انا بسمع ان ساعات بيبقى منتقبه، يعني ما فيش اي حاجه باينه بتتعرض للتحرش. طب ايه المتعه بقى؟ تمام. ايوه، ما احنا زي ما قلنا اسباب التحرش متعدده جدا. لوم الضحيه ده بيخلي المتحرش شايف ان انا مش غلطتي، ما هي اللي عملت كده. ده كمان يعني بيحسب نفسه ان هو ما عملش جرم. وكمان بعض السايكوباتيين وبعض النرجسيين، انا طبعا نرجسي دي احنا كلنا نرجسيين بس بدرجات يعني، بيبقى مش حاسس اصلا لا باللوم ولا بالذنب ولا بالغلط، وهو يعني بيتعدى حدود الاخر ويحصل تلامس، يحصل تلفظ، يحصل اصوات زي يصفر، يعمل الحاجات دي كلها. تمام. دي كلها اسباب بتخلي المتحرش يعني مكمل في الطريق بتاعه، مش حاسس باي